يا دكتور بقى بُصّي لازم تحلّي لي الموضوع ده أنا من لأ، امبارح بافكّر. لأ، لأ، ده أنا هاموت وأروح الgym يعني هاروحه بقى ومش هاخس؟ لأ، أُمّال إيه بقى؟ طَب إيه؟ هتروحي وهتخسي لو مشيتِ بطريقة نيلي شمس. اللي هي؟ العلم بيقول إنه الgym الكتير بيعلّي هرمونات التوتر، وهرمونات التوتر بتحبس مَيّة تحت الجلد، هرمونات إمم. التوتر بتعلّي السكر في الدم وقصادها الأنسولين، هرمونات التوتر بتعمل دهون في الأحشاء، أنتم متخيلين؟ يا لهوي! يعني أروح الgym أعمل رياضة بس رياضة تكون عنيفة ولساعات طويلة أتخن. اللي أنا قُلته لها بقى تعمل إيه، تفتكر تعمل إيه؟ رقم إمم. 1 تقلِّل ساعات الرياضة لساعة إلّا ربع لساعة بالكتير يوميًا. إمم. رقم 2 البنت دي بتعمل resistance training أو بتعمل تمارين مقاومة. فين الكارديو؟ تمارين المقاومة ما بتخسّسش، تمارين المقاومة ما بتخسّسش، أنا عارفة إن هيحصل بس هي ما بتخسّسش، هي بتعلّي حساسية الخلايا للأنسولين، هي بتضبّط الكتلة العضلية، هي مفيدة جدًا لصحتنا، ولكن عشان نخس لازم نعمل تمارين توصّل ضربات القلب إنها تعلى جدًا، وأتنفّس من بطني، اعملي زي السنة قومي اصحي، أنتِ كل الفوازير أيوه. نايمة، اعملي معايا يالّا. حسبي الله ونعم الوكيل. وهنا أدرك دكتورة نيلي الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي حكايتنا اليوم.